اهلا بيكم في قناه جولدن ايرا موفيز. فيلم الليله هو فيلم ذا ايطاليان جوب. الفيلم ده انتاج 2003 وبطوله مارك وولبرج وجيسون ستاثام وتشارلز ثيروم. تبتدي احداث الفيلم بمكالمه تليفون بين جون الاب العجوز الهادي وبنته ستيلا. بيصحيها من النوم، بيدلعها شويه وبيقول لها انه في مدينه فينيسيا الايطاليه، وهي بتساله ايه اللي وداك فينيسيا وانت لوحدك ولا معاك تشارلي؟ قال لها لا معايا تشارلي وما تخافيش. ولغايه هنا احنا شايفين مكالمه اب لبنته عاديه جدا ولطيفه. وبعد ما بيقفل جون التليفون بنشوف تشارلي اللي بيلعب دوره مارك ووربرج، وبنكتشف ان الراجل الوقور ده زعيم عصابة بتخطط لسرقة عصابة تانية، وانه حاطط خطة عبقرية لسرقة خزنة مليانة سبايك ذهب. وبتيجي الصورة على استعدادات جون وتشارلي والرجالة عشان ينفذوا العملية، والخطة صايعة جدا. ان الرجالة هتفجر ارض الأوضة اللي فيها الخزنة وكل الادوار اللي تحتيها لغاية ما الخزنة تقع في المية، ويقفشوها هما واتنين منهم بيطيروا بلانش، والعصابة التانية بتطاردهم والبوليس كمان، وهم اصلا مكمرين الخزنة تحت المية بيحلوا شفرتها. وبيجي دور جون العجوز انه يفتح الخزنه، وهوب افتح يا سمسم، دهب بكتير قوي قوي قوي، وبينقلوا الدهب تحت الميه. وبتيجي الصوره على الجانج وهم على حدود النمسا بيحتفلوا بنجاح العمليه وبيقسموا الدهب. وجون بيقول احنا لازم نشرب نخ تشارلي لان خطته العبقريه دي كسبتنا دهب بملايين الدولارات من غير طلقه واحده ولا نقطه دم واحده. اي حد كان ممكن يخطط وينفذ بس بشكل دموي. وهم واقفين بيتسامروا كل واحد بيقول هشتري ايه، ده هيشتري بيت في اسبانيا وده هجيب عربيه مش عارف ايه. وبيسالوا ستيف وانت هتجيب ايه يا مان؟ قال لهم انا هجيب زيكم بالظبط. وضحكوا. وهم في الطريق ثبتوهم ناس بسلاح ولسه هيتحركوا، لقوا ستيف بيثبتهم بسلاحه وهو رخر. وتشارلي بيقول له انت بتهبب ايه انت كمان؟ قال له انا كمان عندي خطط. وضرب جون بالنار، وروب اللي كان سايق قعد يحفلط بالعربيه لغايه ما وقعت في النهر. وستيف ورجالته بيضربوا عليهم من فوق لغايه ما غرقت العربيه باللي فيها، وخدوا عربياتهم وهربوا. والناحيه الثانيه باين تشارلي وروب وبقيه الرجاله على الشط ومعاهم جثه جون. وبتعدي سنه وبتيجي الصوره على ستيلا وهي بتفتح خزنه. انا بنت ابويا قوي في نفسها، ابوها حرامي خزن وهي طالعه له. لكن بنكتشف ان هي خبيره فتح خزن، وان البوليس ومصنعين الخزن بيلجأوا لها عشان تقيم شغلهم. وبترجع شركتها عشان تلاقي جون مستنيها وبيقول لها ان هم لقوا ستيف وانه اشترى خزنه بمواصفات معينه ومحدش هيقدر عليها غيرك. وهي بتقول له انا مش حراميه زيكم، انا مش بسرق زيكم. وهو قال لها ان جون كان زي ابويا انا كمان، وان هو مات على ايدي. وهي زعلت قوي وطردته. وبالليل كلمته وقالت له انا معاكم، انا عايزه اشوف وش اللي سرق مني ابويا وانا بسرق ذهبه. وتاني يوم راحت مع جون تقابل بقيه الجنج، وواضح قوي ان هي سواقه بريمو. وبيوصلوا واحد واحد، اولهم لايل الجينيوس بتاعهم، كلاوي قوي في نفسه، هو راخر بس هو هاكر جامد بجد، لدرجه انه بيقول ان هو مخترع النابستر الحقيقي. والنابستر ده برنامج خرافي في توقيته طبعا، بس لايل في نفسه كحول ومدهول كده في اي حاجه بقى غير التكنولوجيا. وبعديه بيوصل ليفت، وده خبير متفجرات اطرش ما بقاش بيسمع بودنه اليمين بعد ما فجر حمام المدرسه وهو عنده 10 سنين. والتالت هانسم راب اللي بيلعب دوره جيسون ستاثام، وده مجنون سواقه طبعا وعمل ارقام قياسيه في مطاردات البوليس وراه. وبتقول له طب وانت بقى بدايتك كانت ايه؟ قال لها انا طول عمري بعمل خطط وبسرق. وتعرفوا كلهم بيها، وكل واحد اخد تليفون وهويه جديده عشان يبتدوا الشغل من بكره. وتاني يوم اتقابلوا وابتدوا يحطوا خطه انهم ازاي يدخلوا القصر بتاع ستيف ويفتحوا الخزنه عن طريق ستيلا ويهربوا على محطه القطر. وهنا دور روب انه يقيس المسافه بالعربيه بين القصر وبين محطه القطر. وهم بيراقبوا القصر اكتشفوا ان القصر مؤمن تماما، حراسات وكلاب وكاميرات وليله كبيره قوي. شافوا ستيف وهو خارج من قصره مره بشنطه كبيره، وكانت نتيجه المراقبه ومحاوله قياس الطريق بين القصر ومحطه القطر ان الطريق زحمه جدا لدرجه انه هياخد 50 دقيقه، لكن لو الاشارات خضراء في طريقهم هيبقى الوقت 15 دقيقه بس. وهنا لايل قال لهم انه هيحاول يشوف نظام المرور المركزي هيقدر يخترقه ولا لا. تيجي الصورة على ستيف وهو رايح لورشة ذهب عشان يبيع كام سبيكة، ومن ناحية تانية بيعملوا خطة عشان يدخلوا القصر عشان يصوروه من جوه ويعرفوا مكان الخزنة عن طريق ستيلا اللي هتتنكر أكنها بتشتغل عاملة في شركة دش وكوابل. وطبعا هنا بيجي دور روب الوسيم في إنه يتعرف على بنوتة في شركة الدش، وستيلا تنتحل شخصيتها. تاني يوم بيعطلوا كوابل النت والدش، وبتروح ستيلا بعد ما ثبتت كاميرا في هدومها عشان تنقل لهم فيديو كامل للقصر من جوه ومكان الخزنة. وبتروح القصر وتقابل ستيف. وستيف طبعا أول مرة يشوفها، عمره ما شافها قبل كده، وبيتفاجئ بجمالها وبيحاول يعكسها، وبعدين بيعزمها على العشاء في أي مكان ووقت تختاره. وبتخرج ستيلا من القصر تقابل جون والرجالة، ونابستر أو لايل بيرسم على الكمبيوتر رسم كامل للقصر ومكان الخزنة. بعدين لايل بيقول لهم طيب لما نفتح الخزنة هنخرج من القصر إزاي بالذهب ده كله؟ وهنا ستيلا قالت لهم أنها ممكن تحمل الذهب في عربيتها الميني كوبر
عشان تخرج بالذهب من القصر، وخصوصا ان ممرات القصر اوسع من العربيه. وبتقوم تجرب فعلا في الجراج الفكره وبتنفذها فعلا، لانهم بيكتشفوا ان العربيه محتاجه شويه تعديلات عشان الوزن والثبات، وكمان هيحتاجوا اكتر من عربيه للمهمه دي. وروب بيقول لهم ان عنده ميكانيكي هيعرف يعمل التعديلات دي، وبيروح روب يجيب الميكانيكي رانش وبيتعرف عليه وبيتفقوا على الشغلانه، وابتدوا يحطوا تفاصيل العمليه ان ستيف لما يخرج يوم الخميس بالليل عشان يقابل ستيلا في المطعم هو هيفضل مستنيها في المطعم، وهي وباقي الرجاله هيبقوا بينفذوا المهمه، ورانش شغال في تعديل العربيات، ونابستر بيحاول يخترق سيستم المرور، وبيطلعوا يجربوا العربيات بعد التعديل. ومن ناحيه تانية بيروح ستيف لمحل الذهب اللي بيصرف له البضاعه، وبيكتشف ان صاحب المحل يعرف حوار ان الذهب مسروق، وبيضربه بالنار وياخد الفلوس والذهب ويمشي بعد ما بياخد شرايط المراقبه بتاعه المكان. وبعدها بيجي ماشكوف قريب ييفن صاحب المحل عشان يلاقيه مقتول، وماشكوف ده يبقى زعيم المافيا الاوكرانيه في امريكا. وبتيجي الصوره على جون وليفت وهم رايحين لواحد اسيوي صديقه شكله يخوف اسمه سكيني بيت عشان يدبر لهم متفجرات، وليفت كان خايف جدا من شكله وشكل عصابته. بيروح ماشكوف ابن عم القتيل لسكيني بيت بعد ما وصلته معلومات ان سكيني بيت كان بيسأل على الذهب عشان يعرف منه هو ليه قتل ييفن، ولا ليه قد في قتل ييفن ولا لا. وطبعا عصابه تايلاندي قدام عصابه اوكراني، يعني لو قامت عركه بين العصابتين الدنيا هتخرب. ومن ناحيه تانية ستيف خرج من القصر عشان يروح البيت بتاع ستيلا، وجون والرجاله وستيلا اتحركوا بعد ما راجعوا الخطه وطلعوا على بيت ستيف عشان يتفاجئوا ان جار ستيف عامل حفله كبيره مليانه معازيم، وبالتالي العمليه كلها اتلغت. ومعنى كده ان ستيلا لازم تروح تلحق الديت بتاعها مع ستيف. وبتيجي الصوره عليهم وهم في المطعم وهو بيحاول يقنعها انها تثق فيه وتتعرف عليه اكتر، وهي بترد ان هي بتثق في الجميع بس مش بتثق في الشيطان اللي جواهم. وهنا ستيف عرفها لان دي كلمه ابوها المشهوره، واضطروا بقيه الجانج يظهروا بعد ما ستيف قفشها ولوى ايدها. وقعد تشارلي مع ستيف على الترابيزه وهو بيقول له عملت كده ليه وبلا بلا، ورد ستيف عليه قال له فكك من الصح والغلط، انت حطيت خطتك وانا حطيت خطتي وانا كسبت، وبعدين انا بعت كل الذهب ناقص حتتين ثلاثه، هتجري ورايا عشانهم قشطه. وجايب نابستر يهكر السيستم، وجايب ستيلا تطفش الخزنه، ها ايه تاني هتفاجئني بيه؟ وهنا تشارلي جاي ظرف بنيه في وشه وقال لي دي اول مفاجاه ليك النهارده. وبالليل راح تشارلي يطمن على ستيلا وهداها، وتاني يوم هم قاعدين ونابستر مهكر سيستم اتصالات ستيف وقاعد بيسمع اتفاقاته، وخرج لتشارلي عشان يبلغه بان ستيف طالب عربيه نقل مصفحه وطياره هليكوبتر وطياره شحن بمواعيد معينه. وهنا تشارلي رد بانها مصلحه، بدل ما ندخل للخزنه الخزنه هتطلع لنا بره ونمشيها في مسار معين وننصب لهم كمين. تعرف تتحكم في المرور يا نابستر؟ قال له اقدر. قال له بس خلاص. وفجاه جاله تليفون من سكيني بيت بيقول له انت قتلت الواد الاوكراني ييفن ليه؟ ده ابن عم ماشكوف زعيم المافيا الاوكراني، وده ما حدش بيهزر معاهم يا عم. رد تشارلي قال له انا ما قتلتش حد، وعموما هثبت لكم اننا كلنا ورا نفس الشخص. وبعدين تشارلي بيكلم رانش الميكانيكي صاحبهم بيقول له تعالى عايزك في شغلانه، ورانش بيقول له لا انا يا معاكم شريك في الشغلانه يا لا، انما ما بحبش ان او اوت، اشتغل معايا على العمايه دي انا ما بحبهاش. قال له خلاص انت معانا. وبتيجي الصوره على ليفت وهو بيلغم نفق ضخم، وخلاص كل واحد في مكانه مستنيين الشاحنه اللي هتيجي تاخد الخزنه من القصر. واكتشفوا ان في 3 شاحنات مش واحده عشان يشتتوا انتباه تشارلي والرجاله، ومع كل شاحنه طقم حراسه بموتوسيكل، وستيف من فوق بالهليكوبتر بيتابع تحركات رجالته. بتخرج ال3 شاحنات وبيقدر نابستر يعرف مين فيهم اللي فيها الخزنه من عرض كاوتش الشاحنه اللي شايله التقل. تتحرك كل شاحنه في اتجاه وبيتابعها من فوق ستيف بالمروحيه، وتشارلي والجانج من تحت بيراقبوا الشاحنه المطلوبه اللي طلع رقمها 128. وابتدى نابستر يقفل في اشارات المرور ويوجه الشاحنه لمكان الخطه، والشوارع قفلت والعربيات بقت بتخبط في بعض. وبتيجي الصوره على تشارلي وستيلا وروب بعربياتهم الميني وهم بينزلوا سلالم مترو الانفاق بعربياتهم، ونابستر بيقول لهم ناقص 30 ثانيه وهم بيجروا جنب القطر على الرصيف، ناقص 15 ثانيه وهوب ال3 عربيات ورا بعض بينطوا على القضبان قدام القطر اللي بيقف على اول الرصيد وسادد النفق تماما. وهنا نابستر تاني او تالت بقى بيتحكم في القطر وبيفصل الكهرباء عن الانفاق كلها، وبيجروا بعربياتهم يوصلوا للنقطه اللي لغمها ليفت قبل كده، وهوب شويه تفجيرات على الخفيف كده على مقاس الشاحنه بالظبط عشان تقع في النفق وتتغطى مكانها بحته حديده، وعشان ستيف يتذهل لما يبص على مكان الشاحنه يلاقيها اختفت اصلا. وبتوع الشاحنه في النفق وتشارلي والرجاله بيخدروا الحراس وبيفتحوا العربيه عشان يلاقوا ان نوع الخزنه مختلف وجديد عن اللي هم كانوا شافوه قبل كده. معنى كده ان ستيف بدل الخزنه بنوع متطور اكتر، وبيأمر ستيف الموتوسيكلات تنزل النفق وتدور على الشاحنه. ولما الموتوسيكلات بتنزل تحت بتكتشف ان المحطه مسدوده بالقطر،
وستيف بيقول لهم طيب المحطه اللي بعدها في الحته الفلانيه انزلوا من هناك، وكل ده وستيلا بتحاول تفتح الخزنه لغايه ما عرفت تفتحها، وابتدوا يحولوا السبايك لعربياتهم، ونابستر بيحسب لهم كميه الذهب هي كام بالظبط، وهيسين وفرحانين وبينقلوا الذهب وابتدوا يتحركوا، والموتوسيكلات وصلت وراهم وابتدوا يضربوا عليهم نار لغايه ما خرجوا من النفق، والموتوسيكلات وراهم وفوقهم المروحيه وفيها ستيف، وقدروا يتخلصوا من الموتوسيكلات لكن ستيف فوقهم. وتشارلي قال لهم اسبقوني انتوا على محطه القطر وانا هتصرف معاه، وطبعا هم خدوا طريق تاني، وستيف فضل طاير فوق عربيه تشارلي لغايه ما تشارلي حشره تحت الكباري وهرب منه، والمروحيه اتعطلت، وستيف ثبت عربيه وجري ورا تشارلي جري عشان يلحقه، وفعلا راقبه لغايه ما شاف تشارلي بيتدخل عربياتهم في قطر الشحن، ورانش واقف بيقفل وراهم عربيات القطر. وهنا ستيف وقف لرانش وقال له هديلك $5000 لو خليتني ابص على حاجه في العربيه دي، وفتح له باب العربيه عشان يلاقي تشارلي واقف وبيقول له انا خدت منك الذهب وانت مش هتعرف تعمل حاجه. ستيف طلع مسدس وبيهددهم، لقى ماشكوف ابن عم ييفن زعيم المافيا برجالته قافشينه وهو بيحاول يكذب ويقول لهم هو ما قتلش حد وهم اللي قتلوا ييفن، وماشكوف بيقول لتشارلي هو فعلا غبي وما عندوش تفكير زي ما انت قلت، وستيلا بتقرب منه وبتظرفه بوكس محترم، وماشكوف بياخده يفسحه بمعرفته، وبيسافروا كلهم بالقطر وبيشتري كل واحد فيهم الحاجه اللي نفسه فيها. اما تشارلي وستيلا فبيحطوا فلوسهم على فلوس بعض وبيتجوزوا، وبتنتهي احداث الفيلم على كده، واشوفكم في فيلم جديد.